اهلا وسهلا بيكم في تجربه جديده من تجارب مودي. النهارده كنت جعان ومش عارف اكل ايه، وده اول فيديو اكل على القناه، فقررت ان انا نبدا بالسمك. قعدت اشوف كل منيوهات مطاعم السمك، لقيت الاسعار غاليه جدا والميزانيه هتبوظ. تمام. فبتقلب كده على الفيسبوك، طلع لي مطعم قلت نجربه سوا، وطلبت من عنده كل اللي اقدر عليه، حوالي نص المنيو اللي عنده. والاوردر وصل الصراحه، خد حوالي ساعه او ساعه الا ربع عقبال ما جه، وطلبنا كل الاوردرات دي النهارده، وتعالوا ونشوف مع بعض طلبنا ايه. اول حاجه طلعت لنا في الشنطه هي سلطه الطحينه والسلطه الخضراء. تمام، جايبين 6 علب. وطلبنا العرض ده اسمه عرض اللمه، عباره عن جمبري وفليه، هنشوفه مع بعض ماشي. وطلبنا واحد شوربه سي فود. تمام. وطلبنا ريزو بالجمبري، جالنا 1 2 3 ريزو بالجمبري. تمام. وطلبنا حاجة كمان، وجبة سمك مشوي، هنشوفها مع بعضينا. وطلبنا كمان وجبة على اسم المطعم، بس الدنيا غرقانة شوية معلش، اسمها رغيف جمبري. تمام. هنشيل الحاجات دي ونجرب واحدة واحدة ونشوف. أول حاجة هنجربها فيديو النهاردة وهي ريزو بالجمبري، وده شكلها كده. تمام. كمية الجمبري اللي عليها كويسة، والجمبرياية بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. هنجرب الجمبرياية كده لوحديها. الجمبري كويس، ومعانا طحينة اهي، ومعانا سلطة خضراء. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده معلقة بجمبرياية اهي. حلوة يا جماعة الصراحة، يعني سعرها 35 جنيه بس جميلة يعني. طيب، أول حاجة أو رأيي فيها تاخد حوالي 7/10، إن هي كويسة. بس الناس اللي بتحب حجم الجمبرية كبيرة هي دي هتبقى الكومنت بتاعها، بس هو حجم الجمبري صراحة فيها يا جماعة. ودي تاني حاجة النهاردة، وهي اللي عاملة دوشة في المحل، ويعتبر هي الماستر سين بتاع المحل، هي سندوتشات جمبري وفليه. وده شكلها كده. تمام. شكل السندوتش الواحد اهو، هو عبارة عن رغيف متطبق وفيه حتتين سمك فيليه. العرض ده عامل 100 جنيه، يعني نقدر نسمي الحلقة دي تاكل ايه؟ سي فود ب 100 جنيه. ندوق كده مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمك حلو من الزفر. نجرب معانا الطحينة. نجرب معانا الطحينة، ناخد سن الطحينة كده شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو يا جماعة، يعني 5/10. هو سمك فيليه عادي، وده سندوتش الجمبري، نفس الجمبري اللي على السي فود اهو. ده بيكون حجم الجمبرياية. تمام. وناخد بقى سن الطحينة على طول، عشان احنا دوقنا الجمبري قبل كده اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو كويس يا جماعة، بس خلينا نقول في رينج 6/10، لان في ناس كتير بتحب الجمبري اللي حجمه كبير، ما بتحبش الجمبري الصغير ده. فدي هو بس الكومنت اللي على الجمبري، انما مستوي كويس ومش زفر وصابح يعني. حاجه واكتر حاجه انا خايف منها النهارده، لان سعرها قليل جدا، وهي شوربه السي فود. يا ترى هتبقى كويسه ولا ايه؟ هي العلبه الصغيره دي عندهم عامله 100 جنيه. شايف ان سعرها كويس، بس في السي فود ده سعر قليل بالنسبه كمان لاسعار المطاعم الكتير اللي حوالينا. الصراحه التغليف كويس جدا، جايه من مشوار كبير، ديليفري حوالي ساعه، بس لسه بتغلي كانها لسه نازله من على النار. تمام. هو دي الشوربه، مش عارف جايبه لكم ولا لا. تمام. وهنحاول نشوف كده ايه اللي جواها. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها اهي سمك فيليه يا جماعه، وفيها جمبري، فيها جمبري اهو، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا. فيها جمبري وفيها سمك فيليه.
بس يا جماعه وفي تقيله، وانا من الناس اللي بحب الشوربه تكون تقيله شويه. واخده سمنه كتير على الوش، حلو مش وحش، بس كان نفسي تبقى الشوربه اتقل من كده شويه. ندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معموله كويسه، مش زفره، سبايسي، حاجه بسيطه كده جدا من بعيد خالص. كل الكومنت اللي فيها اللي انا بحب السوب ده يكون تقيل شويه، بس انما هي صراحه على سعرها والكميه اللي فيها دي بسم الله ما شاء الله يعني لا تاخد 8.5 من 10 كمان مستريح. ودي الوجبه اللي مسميه على اسم المحل بسم الله الرحمن الرحيم اهي. دي في منها وجبه ب 100 جنيه ودي ب 120. فرق اللي هي يعني دي فيها سلايس زياده شويه، وانا طلبت من ام 120. انت ممكن تطلبه عادي من ام 100 جنيه. متكونه من ايه؟ فيها رغيف عيش واحد، وفيها علبه طحينه اهي زياده، وكم قطعه سمك فيليه، 1 2 3 4، من ما بحبش اعد الاكل زي الناس اللي بتعده بس معلش ماشي. فيها 4 حتت فيليه وشويه جمبري والرز الصياديه اللي هو رز البصل يعني. كقيمه مقابل سعر انا شايفها اللي هي وجبه كويسه، خصوصا بالاسعار اللي احنا بنشوفها اليومين دول. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرز زي اللي في الريزو بالظبط، تمام. ونفس الجمبريايه، كان نفسي يغيروا حجم الجمبري من وجبه للتانيه عشان يبقى فيه قابليه لزياده السعر. كمل. طبعا احنا قلنا ريزو حلو، فطبعا الجمبري مع رز هنا هيبقى جميل جدا. وناخد حته سمكه صغيره كده، نشوف كده السمك لوحده طعمه ايه، وننزل بالطحينه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. الطحينه على فكره حلوه. الوجبه كلها على بعضها حلوه، بس الطحينه خفيفه شويه، بس هي كويسه، بس هي خفيفه يعني. انا بحب الطحينه ايه لزجه شويه. ودي اخر وجبه معانا النهارده، وهي وجبه السمك مشوي، عامله حوالي 90 جنيه. وهي عباره عن سمكايه اهي ملفوفه بالورق الفويل ده، ومعاها شويه رز وبرضك علبه طحينه. احنا قلنا القيمه مقابل سعر كويسه، وطبعا جاي معاها رغيف عيش. هنقيم التسويه وتنظيف السمكه، ماشي. نفتح مع بعض السمكه كده في الجنب التاني، ماشي. انا شفتها في فيديو كانت السمكه جايه على الرز على طول، فده تقريبا تعديل هم عاملينه، ماشي اهو. وادي ده حجم السمكه مستويه على الاخر. الورقه خليتها عرقانه مش ناشفه زي ما انا بحبها، بس هي مستويه كويس على الجريل، تمام. طيب المشكله اللي هنا اللي عامله ريحه غريبه ان الجريل كان عايز يتنضف شويه قبل ما يشتغلوا عليه، عشان كان الجريل عليه توابل كتير فكرف في ريحه السمكه، فانت بتاكل فيه حاجه فيه ريحه مش مظبوطه جايه. بس هي التتبيله كويسه. المشكله مش في السمكه، المكان اللي مستوى عليه السمكه كان عايز يتنضف شويه اكتر عشان ايه ريحته ما تلقطش مع السمكه. نفتح السمكية كده ونشوفها بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه عندنا طبعا احنا دوقنا رز قبل كده، وادي السمكية بيضه من جوه، ده دليل اللي هي نظيفه. زي ما انا بقول لكم هي نظيفه وما فيهاش اي حاجه. مش عارف باينه في الكاميرا ولا لا، السمكية اهي، السمك اهو نظيف جدا، تمام. بس هي وصيتي للاخ اللي واقف على الجريل انه يمشط الجريل بعد كل وشين او 3 سمك يعني اهو، تمام. ندوق كده السمك بسم الله الرحمن الرحيم. مستويه كويس، طريه، انا بحبها ناشفه وده ذوقي في الاكل. هي جامده جدا على فكره في التسويه. مشكله الريحه اللي انا قلت عليها دي مش مشكله صنايعي ولا اي حاجه، ده هو بس الجريل اللي كان عايز يتمسح، عشان القوطه لما بتقعد كتير على الجريل بيبتدي مع الحر ده تبتدي تعمل ريحه مش حلوه،
فهي السمكه ايه لقطت منها حاجه بسيطه. تمام. انما هي مستويه كويس وسمكه نظيفه جدا للامانه، بس انا بحبها تبقى ناشفه، ما بحبهاش الورق الفويل خلاها ايه ميه. تمام. هندوق الرز اللي جاي معاها، هو نفس فرشه الرز اللي موجوده في كل اكل النهارده. جميل جدا. وتقييمي اوفرول للمطعم، اول حاجه ممكن تطلبوا منه اي اوردر هيعجبكم، سواء الريزو او وجبه الجمبري او وجبه السمك اللي قدامكم دي. بصراحه كل حاجه لوحدها كويسه جدا وسعرها كويس. ممكن تطلبوا دي سعرها 90 جنيه او 85 جنيه تقريبا. والريزو عنده 3 احجام، عنده 35 50 70. وشوربه الجمبري عامله حوالي 100 جنيه وهي كويسه. كل المنتجات اللي عنده او كل الاكل اللي بيقدمه المطعم ده كويس. ب7.5/10 ده تقييمه لحلقه النهارده. واشوفكم في فيديو جديد، وقولوا لي عجبكم الفيديو ولا لا، وايه تقييمكم لفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.